كل عام وكل ما يلحق وقت لي سوريز نقول ندير هاد الوصفه، مي غير يدخل للدار يتغسل يتكل، ما يدخلش ميم با الفريجيدير. خصك يا ندير به الكلافوتي. باش تحضروه سهل مهل، لازم لكم في ريسيبيون تحطوا 3 حبيبات تاع البيض، تضيفوا عليهم 5 مغارف كبار تاع السكر، مغرفه تاع لافاني، خلطوا كلش مليح ونجو نضيفوا عليهم كاس تاع لا كريم فريش، تقدروا تعوضوها بالحليب. نخلطوا لهنا مليح ونجو نضيفوا كاس معمر مليح تاع الفارينه، نغربلوه بيان سور ونزيدوا نخلطوا. بعد ما تنسجم مليح الفارينه مع المكونات الاخرين نجو نزيدوا نضيفوا كاس واحد اخر تاع الحليب ونزيدوا نخلطوا. وهذا ما كان. نجيبوا حبيبات تاع لي سوريز اللي نكونوا غسلناهم وما نحيولهمش العظم. لي فرونسي يعتقدوا بلي كي يخليو العظم راح يطلق لهم بنه اللوز في الكاطو ديالهم. صراحه انا ما حسيتش به، مي تقدروا تنحيوه ولا تاني تقدروا ديروا اي فاكهه واحده اخرى. نفرغوه في امول اللي يكون مدهون بالزبده ولا ديروا له بابي كويسون في لاباس ديالو، ونفرغوا عليه الخليط اللي كنا حضرناه وندخلوه يطيب الفرن اللي كنا سخناه على 180 درجه. مده الطهي تكون حتى ل 45 دقيقه. هذا هو الشكل ديالو. بعد ما يطيب ويحمر راح يتنفخ ويطلع لكم مليح للفوق، والريحه ديالو دير حاله في الدار. وهكذا التحليه ديالنا السهله البنينه راهي واجده، ما عليكم غير تسيوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم.